كابتن حسن شحاته كابتن من الكباتن اللي ساهمت في شعبيه نادي الزمالك. قبل كده قال لك دايما عن الزملكاويه عندهم عقده الاضطهاد ونظريه مش عارف ايه. كابتن حسن شحاته دايما الناس بتقول عليه ان هو كده ضد الزمالك. لا، كابتن حسن شحاته في فتره من الفترات وهو كان بياخد بطوله لمصر في الثانيه في الثالثه كان دايما بيتهدد انه يمشي، يعني انت مش مخلد فيها، في حين ان في مدربين كتير جدا كانوا بيقعدوا بيهلسوا يعني. وده اعظم مدرب في تاريخ مصر حقق القاب يعني. فكان لازم يعني يرضي الجو العام ان هو يقول الكلمتين طول دول. الوقت هتشوف الزملكاوي بيقول اتحاد الكوره ضدنا، الحكام بيجاملوا الاهلي، مش ما اقدرش دي. اقول لك استاذ ابراهيم حاجه زي كده، لان ديت عمليه بتبقى عمليه، يعني عارف ازاي انت بتحاول تحسس نفسك انك دايما مظلوم. هو دايما الزمالك طيب، كده تحاول تحسس عيان نفسك بالاحساس دايما. بالاضطهاد طيب ده. هو دلوقتي بيقول لك الزمالك طول عمره بيتظلم، يعني احنا عندنا فيديو ده وعندنا فيديو ده. طبعا كابتن حسن شحاته ظروفه اتحسنت كتير، وابنه بقى اعلامي كبير، وشيكابالا هيدخل يبوظ المنتخب، وجمال حمزه هيدخل يبوظ المنتخب، وحازم امام ما ينفعش يلعب ومش عارف ايه، حتى احتياطي بيقول لك كانوا جايبين ابو تريكه بس وما فيش 10 تاني، ما اعرفش. فيعني في حاجات كتير قوي كانت غصب عنه، ولكن اللي اقدر اقوله لكم يا جماعه ان لما كبر وخلاص يعني سنه بقى خلاص قريب قوي من ربنا، يعني قال لك الزمالك طول عمره بيتظلم، والفيديو اخيرا وصل. في دايما في احساس لدى منظومه نادي الزمالك، احساس مش عايز اقول المؤامره. لا، من الظلم اللي شافه نادي الزمالك. يعني تاريخ. هو الظلم اللي شافه نادي الزمالك في تاريخ نادي الزمالك وفي تاريخ الدوريات كده. اللي شافه نادي الزمالك ده ظلم، وظلم جاي من مين؟ مش هقول لك من انديه، لا، من حكام. حكام ارجو ان هم يعني في ظلم مقصود وظلم يعني ظلم. فاللي كان قبل كده كان معمول عشان خاطر ارضاء ناس معينه، زي ما بنشوف شخصيات دلوقتي لازم تدي حاجات للمعسكر التاني، وزي يوتيوبرز وناس بلوجرز كتير بيتكلموا على الاهلي بطريقه مش عارف عامله ازاي عشان خاطر ياخد من ده لايكات من هنا ومن هنا. فده نفس الوضع يا جماعه، ترضي الجميع عشان خاطر، لكن الحقيقه واضحه. هو شاف بعينيه 2 دوري، يعني كابتن حسن شحاته شاف 2 دوري، ف يعني ايه عقده اضطهاد وبتاع، يلا مش مشكله.